السلام عليكم خويا المتقاعد وخالتي متقاعدة، واش راكم؟ إن شاء الله راكم بخير. في هذا الفيديو ميكزونفون جبت لكم باي بريزونتي جديد مهم بزاف مباشر من مصادر رسمية وموثوقة. الكلام اليوم على حاجة تمسكم انتوما بالدرجة الأولى، الزيادة في المعاشات والربا اللي راكم تستناو فيه بفارغ الصبر. الدولة راهي تخمم مليح باش ترفع العلاوات والزيادات ماشي غير للمتقاعدين، حتى للطلبة واللي ما يخدموش. الهدف هو ترجع لكم القدرة الشرائية وتعيشوا بكرامة كما تستاهلوا. المعلومات اللي جبتها لكم مش إشاعات ولا تخمينات، راهي تحضيرات حقيقية صايرة في الكواليس، وخاصة للفئات اللي عندها معاش ضعيف أو متوسط. كاين كلام صريح على رفع المنح وزيادات راح تكون بأثر رجعي، يعني حتى الشهور اللي فاتت راح يتحسبوا لكم. ناس بزاف تسقسية واش صرا علاه ما تزاد والو، والحقيقة أنه كاين دراسات معمقة باش ما يديروش تثمين رمزي فقط، بل حاجة تبان في الجيب وتغير المعيشة. الدولة راهي تربط التثمين بأسعار السوق والتضخم، يعني ماشي رقم عشوائي. كاين أمل كبير بإذن الله أنه يكون التثمين هذا بقيمة محترمة ويبدأ من ماي. بصح لازم نبقاو نطالبوا وما نسكتوش، لأنه اللي طالب اليوم يفرح غدوة. أنا في وقت ولات فيه كلمة المتقاعد مسموعة، مبقاش مجرد رقم في الإدارة، ولات قضية رأي عام، وحتى السياسيين بداو يهضروا عليها. ومع التثمين كاين مطلب ثاني مهم بزاف: إلغاء الضريبة على المعاشات. علاش واحد خدم 30 ولا 40 سنة وتجي الدولة تاخذ منه ضريبة على تعب العمر؟ هذا ظلم، والناس راهي تفطن وتطالب بحقها. وزيد كاين حاجة يسموها الزيادة الاستثنائية، هذه ماشي التثمين اللي تعاود كل عام، هذه الزيادة تقررها الدولة فجأة وتكون قوية وتفرح الناس. كامل المتقاعدين يستفادوا منها، سواء جداد ولا قدام، اللي ياخذ منح، اللي يتقاضى من صندوق تقاعد كامل. نكملوا هاكم أحبابنا المتقاعدين في هذا الموضوع اللي يهمكم بزاف. كاين حاجة مهمة بزاف راهي تتحضر بالصح بصمت: الزيادة الاستثنائية. ماشي تثمين سنوي عادي، لا، هذه زيادة خاصة تقررها الدولة باش تقلص الفجوة بين المتقاعدين، خصوصا اللي عندهم معاشات ضعيفة بزاف. وش كاين جديد؟ وزارتين كبار، وزارة العمل ووزارة المالية، راهم خادمين يد في يد على دراسة إلكترونية كان محاكاة رقمية باش يشوفوا كيفاه راح تأثر الزيادة على الخزينة وعلى المتقاعدين. وهذه أول مرة يصرى فيها هكا مشروع بالتفصيل. معناها القرار هذا ماشي إشاعة، راهو مطروح للنقاش الجدي داخل الحكومة. وهنا يجي دورنا كمجتمع وكمواطنين، لازم نبقاو نطالبوا، نهضروا، نشاركوا المعلومة ونفهموا بعضنا البعض. المتقاعد اليوم راه واعي، ما بقاش ساكت، واللي يسكت كما نقولوا يضيع حقه. وشحال راه الحد الأدنى اليوم؟ كاين ناس مازالوا يقبلوا 20,000 دينار أو حتى أقل، وهذا شيء ما يرضي لا العقل ولا القلب. الدولة راهي ناوية ترفع الحد الأدنى بشكل تدريجي من 2025 إلى 2027 حتى يوصل سبالوش ل40,000 دينار جزائري بإذن الله. مش هي دفعة واحدة باش ما تصراش مشاكل في الاقتصاد، بصح نية موجودة والخطة مرسومة. وهذه الزيادة راح تمس حتى الأجور مش غير المعاشات. معناها العامل والمتقاعد راح يستافدوا كيف كيف. رفع الحد الأدنى عنده فوائد كبيرة: الناس تولي قادرة تعيش بكرامة، النفقات على التضامن تنقص، والدولة تولي تركز على الأهم. بصح كاين حاجة لازم نحكيو عليها بصدق: العدالة الجبائية. علاش كيكون المواطن يخدم لازم يخلص على قد دخله، بصح كي يوصل للتقاعد ويتقلص المدخول ديالو تزيد عليه الضريبة؟ هنا لازم نسجلوا موقف ماشي معقول. إنسان خدم 30 ولا 35 سنة وتجي الدولة تقتطع من معاشه الضريبة وهو أصلا معاش ضعيف. والأغلبية كي يخرجوا على التقاعد ما يدوش كامل حقوقهم. اللي خدم 32 سنة ياخذ 80% فقط وتزيد يخلص منها الضريبة. هنا لازم نكونوا يد وحدة ونطالبوا بإلغاء الضريبة أو تخفيضها بشكل عادل. نكملوا معكم في الموضوع اللي راكم كامل مهتمين به: العدالة الضريبية. ضريبة على المعاشات مازالت تاكل جزء كبير من دخل المتقاعد، وكاين ناس بزاف راهي تعاني منها. ناس تقول خدمت حياتي كاملة وتقاعدت على معاش ناقص وزيدوا ياخذوا من الضريبة وش يبقى له باش يعيش. هذا ماشي عدل. لهذا كاين مطالبات كثيرة من النواب في البرلمان، من المجتمع المدني، باش يتم إلغاء هذه الضريبة نهائيا، وعلى الأقل يكون إعفاء كامل للفئات اللي
واللي معاشها أقل من 50,000 دينار، وهذا الشيء ممكن يكون ضمن قانون المالية لسنة 2026 إن شاء الله. صح القرار الرسمي مازال ما خرجش، لكن كاين أمل وكاين اقتراحات جادة، وكل ما زاد الضغط من الناس كل ما قربنا من تحقيق هذه الحقوق. وكي نحكيو على الفئات الهشة لازم نوقفوا لحظة ونهضروا على الأرامل، الأيتام، المعاقين والعاجزين اللي يدوا المنحة المنقولة مثل قدوق التقاعد. هذه الفئة عايشة على القليل، على معاش راجلها ولا باباها، وما يكفيش حتى للدواء ولا حليب الطفل. كاين أمهات أرامل وأطفال صغار وحتى كبار في السن عاجزين، ما عندهم لا مورد آخر ولا مساعدة حقيقية. حتى الناس اللي عندهم عجز طبي سواء جزئي ولا كلي لازم يكون عندهم تغطية صحية 10% وزيادات محترمة في المنح. الدولة لازم تتحرك، وكاين مؤشرات أن وزارة العمل راهي تدرس إمكانية رفع هذه المنح في أقرب وقت، خاصة في 2025. سنة 2025 إن شاء الله لازم تكون سنة الإنصاف والكرامة للمتقاعدين ولكل الفئات الضعيفة. صوتكم راهو مهم وتفاعلكم يساهم في التغيير. ما تنساوش تشتركوا في القناة، ديروا جيم للفيديو، خليوا تعليق وبارتاجي باش يوصل صوتنا لكل مسؤول وكل جزائري عنده غيرة على المتقاعدين. القادم إن شاء الله يكون خير، ونلقاو ديما معكم نوصل أصواتكم وننقلوا كل جديد بأمانة وبكل محبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.